عندي 29 سنة. مولود في المحلة، في قرية صغيرة قبل المحلة اسمها العلو، في مدخل المحلة. مولود فيها ومقيم فيها لحد الآن، وشغال بقى في شركة مصر الغزل والنسيج، عامل صيانة، وبدرب في النادي جودو، وبلعب للنادي سومو. وطبعا ما فيش عندنا سومو في النادي عشان امرنه. والدي كان حكى لي عن الدكتور اللي كنت انا تعبان وانا صغير. وديته للدكتور بتاع اطفال عشان يحصنه، شاف الحبل السري بتاعه لقاه سميك، الواد ده هيبقى يطلع بطل. حتى لما والدته عملت له كشف طبي على القلب، الدكتور انبهر، لقى ضربات قلبه تختلف عن اي ضربات تانية. ليه؟ بياخد مساحه اكسجين اكتر من اي انسان عادي. وانا صغير عندي 5 سنين كده او اكتر، خدني والدي جبت له شنطه وجبت له حذاء وشورت وفانيلا، وقلت له يلا على النادي. فبيربط لي بقى الكوتش كده وهو شاريهولي، وبعدين بيبص لي كده وبيقول لي رامي هتبقى قدها؟ قلت له ان شاء الله هو هبقى قدها. بطلع من الشركة على النادي، بخش النادي، عندي فرقة 17 سنة بمرنها جودو. بعد ما اخلص تمرين معاهم ببدأ تمرين لوحدي بقى سومو مع نفسي. بوصات السومو عباره عن دايره قطرها 2 متر. انت بتبقى جوه الدايره دوت، لو لمست اي حاجه الارض غير بطن الرجل بتخسر، طلعت بره الدايره بتخسر. اللاعبين الاثنين بيحطوا ايديهم على الخط لحد ما الحكم يقول هايكيو، يعني العب. هايكيو. بيبقوا لابسين مواشي، اللي هو الحزام اللي بيبقى على الوسط، بتربط ربطه معينه. طبعا هم بره بيلعبوا على العري، يعني بيربطوا الحزام على العري على طول، انما عشان احنا مسلمين بنلبس ستريتش، مصرح لنا في الاتحاد الدولي نلبس ستريتش. الاوزان في المحترفين مفيش اوزان، كله اوبن، يعني ممكن 100 كيلو يلعب مع 200 كيلو، يلعب مع 300 كيلو، مش فارقه. معتمد على القوه العضليه شويه، ومعتمد على التركيز اكتر، وان انت ما تفكرش في اي حاجه غير الماتش، لان هي بتعتمد على القوه الانفجاريه، اللي هو ثواني في الماتش تكسب تخسر، مفيش تعويض. طبعا السومو ملهاش سن معين عشان تبدا تلعب، وملهاش سن معين عشان تبطل. يعني ممكن افضل العب سومو لحد ما يبقى عندي حاجه و40 سنه، وممكن لو هيلعب طفل بيلعب طفل من وهو يعني يا دوب في الابتدائي مثلا يلعب سومو. طبعا اللعبه مش منتشره هنا في مصر خالص، بس احنا عندنا منها منتخب قوي جدا بيحقق بره مراكز كويسه. ببقى واخد معايا اكلي ساعات في علب كده، اللي هو الغدا بتاعي في علب، يعني واخد رز، صدر فرخه، حاجات اللي هي يا دوب بس تقومني كده لحد عشان اعرف اتمرن. تمام. بعد ما باخدها بروح اتمرن في الجيم. المدرب بتاعي اسمه محمود سمير، ان شاء الله هنشوفه كمان شويه. حاجه يعني هو واقف جنبي من اول ما انا قلت هلعب سومو. 2 3 4 5 6 7. رامي ده يمكن من اعز اصحابي، وعشت معاه ايام. طبعا كان يعني هو مر بازمات كتير بسبب ما كان في منتخب الجودو، وبعدين طبعا انت عارف ان البلد هنا ما بتديش لكل واحد حقه، فاتبهدل فتره كبيره وتعب فتره كبيره جدا، واشتغل في شغلانات كتير جدا واتبهدل، لحد ما ربنا كرمه الكابتن احمد خليفه وضمه لفريق السوم، بدا يبص يعني يطلع بقى من الاكتئاب والاحباط اللي كان فيها، عشان هو كده بيجتهد. يعني هو مش عاوز اقول لك انه بيموت نفسه تمرين الصبح، بيتمرن الصبح، بيتمرن بالليل، وبيروح شغله. يعني هو مش مكسل. فاحنا بنحاول نعمل له، نديله ان هو يعمل حجم عضلي كويس، بنركز له على التغذيه بتاعته، على البروتينات اللي بياخدها، وبنركز له برده ان احنا بنعمل له تمارين تنفسيه عشان يظبط له نسبه النفس عنده، وبنزود له الحجم العضلي بتاعه. بص عينيا باينه في بجد ضغط عالي.
باينه. نو بين نو جيل. قوم اقعد ورا عشان اللي وراك يشوف. كنت دايما في الدكه الاخيره على طول. دايما. يا عيني يا ماما بصي واحد تخين اهو بيجري. قالت لا يا حبيبتي شفتي اشربي اللبن بقى عشان ما تبقيش زيه. لو مسافر القاهره مثلا بركب قدام باخد مكانين. ممكن السواق ما يرضيش يركبني. في ناس تقابلني وانا راكب الموتوسيكل تقول لي بيك شو. في ناس ارحمه ارحم الموتوسيكل.